الأراضي المغربية رجالة السعودية بيصنعوا التاريخ وبيوصلوا لأول مرة إلى نهائي كأس العالم للأندية، البطولة الأعرق والأكبر والأهم في أحداث وفي تنافس أبطال القارات. الفرقة السعودية بقيادة بعضا من سوبر ستارز المنتخب السعودي الذي هزم ميسي ورفاقه حاملين لقب كأس العالم فيفا قطر 2022 بقيادة سالم الدوسري وعلي البليهي ومحمد كنو وسعود عبد الحميد، والباقي كان أعظم بقيادة بعضا من سوبر ستارز رجالة السعودية. فريق الهلال السعودي يصنع الحدث ويصنع التاريخ ويستعد بإذن الرحمن بإذن الله بدون مقاطعة إلى مقابلة النادي الأهلي المصري كبير القوم وسيدهم. قبل ما نبدأ الحلقة عايزين نصلي على سيدنا محمد، ما تنساش ونشجع الجمهور المغربي ونبارك له ونقول له ألف شكر ومليون شكرا على دعمك لكل ما هو عربي في هذه البطولة، بالرغم من خروج الوداد المغربي الشقيق وبالرغم من إقصائه من البطولة، ولكن جمهور المغرب ما تأخرش عن دعم الهلال السعودي والأهلي المصري. وفي كلام جامد قوي إن هم بكرة بإذن الله هيعملوا ملحمة مع النادي الأهلي، إخواتهم وحبايبهم المصريين. النادي الأهلي المصري جنب أشقائهم المغاربة في بلدهم الثاني المغرب. فقبل ما نبدأ الحلقة لازم نشكر ونحيي جمهور المغرب ونعمل حاجة تانية، يعني كده مش خسارة فيا أعتقد أنا قليل جدا إن أنا أطلب منكم اللايك والشير والحاجات ديت، ولكن لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك يا سيدي الناس، مش هتخسر حاجة يعني. واللايك الجميل بتاعك ما تنساهوش، دي أهم حاجة وأنت بتتفرج على الحلقة عشان الريتش ويوصل القناة لأكبر عدد من الناس. زي ما قلت لك بقيادة سوبر ستارز المنتخب السعودي، الهلال يواصل صناعة المجد ويواصل التقدم في هذه البطولة ليصل لأول مرة إلى نهائي كأس العالم. وأنا بقى عايز أقول لكم إن الفترة دي من الآخر كده فترتنا، هي فترة العرب. ما تفكرش كتير، بإذن الله ربنا مبارك في العرب، والعرب نفسهم عايزين يكتبوا تاريخ، عشان كده ربنا موقف معاهم. بعد إنجاز السعودية في مباراة الأرجنتين، اي نعم اتغفلوا في ماتش بولندا والمكسيك، ولكن بص المغرب كملت وعملت ايه. تونس كسبت فرنسا، المغرب خدت رابع العالم ولعبت نص نهائي كأس العالم، وكانت على بعد الوصول الى نهائي كأس العالم خطوات بسيطة، ولكن كانوا خلاص شطبوا بنزين، ولكن وصلوا رابع العالم. المغرب العرب وصلوا رابع العالم لأول مرة في تاريخ العرب وآسيا وأفريقيا. فشابوه رجالة المغرب، رجالة المنتخب السعودي ورجالة الهلال السعودي. النهاردة لأول مرة بيتم إقصاء بطل كأس الليبرتادوريس على إيد الفرقة السعودية وعلى ايد بطل اسيا، عشان يقول له وسع كده، خلاص بقى كاتب التاريخ، احنا زهقنا منك، انت كل شويه اوروبا امريكا، وسع كده بقى، ريح بقى حبه كده، هات القلم ده يلزمني. وقام الهلال كاتب بايده التاريخ والمجد. وعارفين بقى احسن حاجه في الفتره اللي انا بقول لك عليها دي، اللي هي فتره تألقنا كعرب وفتره كسر الارقام القياسيه اللي بتحصل. لأول مرة السعودية تكسب أرجنتين، لأول مرة المغرب يوصل نص نهائي، لأول مرة المغرب يوصل رابع عالم، لأول مرة حاجات كتير في الفترة أو في المنطقة العربية خصوصا في الكورة. أول مرة كأس العالم في قطر، أول مرة كريستيانو مثلا أو نجم سوبر ستارز عالمي يكون حصل على جائزة أحسن لاعب في العالم يلعب في الدوري السعودي أو في دوري عربي عامة. حاجات كتير بتحصل أول مرة. بس عارف إيه هي أحلى حاجة؟ أحلى حاجة هي وحدتنا كعرب. ما تلاقيش حد نفس من السعودية لما جابوا كريستيانو كله دعم وكله وقف ورا الصفقة وكله نادى وكله دعم إتمام الصفقة، وكله على مستوى الوطن العربي كله معاه تيشيرتات كريستيانو بتاعة نادي النصر السعودي. أنا أهو واحد مصري معايا تيشيرت نادي الهلال السعودي، كنت قاعد النهاردة بشجع بالروح وبالدم وبالقلب. تلاقي المغرب بتلعب في كأس العالم، العرب كلهم ما يزيد عن مليار عربي بيدعم المغرب في كأس العالم. السعودية بتلعب ضد الأرجنتين، تلاقي أكتر من مليار عربي بيدعم وبيسقف وهاشتاجات ودعم على السوشيال ميديا وفي الشوارع وعلى الكافيهات وعلى النت وعلى كل حتة. كلنا سعوديين النهارده طالما السعودية بتلعب، كلنا مغربيين النهارده طالما المغرب بتلعب. أنا واحد من الناس عندي تيشيرت المغرب والسعودية، متهيالي مفيش بيت في مصر
دلوقتي ما عندوش يا اما تيشيرت المغرب يا اما تيشيرت السعوديه، حاجه من الاثنين. كلنا اصبحنا فاهمين القصه، ما بقيناش نندرج ويتلعب بينا زي ما كان بيتلعب بينا زمان. فاكرين ماتش مصر والجزائر في 2009؟ كان بيتلعب بينا وكان الاعلام هنا بيشيط وبيشيط الدنيا، وكان الاعلام هنا بيشيط وبيشيط الدنيا، وكانوا الشعبين للاسف بيدرجوا في هذه البذاءات. ولكن احنا كعرب بدأنا نوعى ونفهم، ووحدتنا بقت اهم ما يميزنا الآن في هذه الفترة. أهم حاجة وأكبر حاجة وأكتر حاجة كنت بدعيها من ربنا إن الكورة بالنسبة لينا إحنا كعرب وكشعوب عربية، بعيدا عن الحكومات وقرفهم، أنا كنت بتمنى إن الشعوب العربية تتوحد تاني تحت راية الكورة، تحت راية الرياضة، تحت راية أي حاجة. المهم إن إحنا ما نتفرقش، أي حاجة بتجمعنا نستغلها ونتجمع ونقف مع بعض ونمسك في إيد بعض. ألف مبروك للأمة العربية كلها وصول الهلال إلى نهائي كأس العالم. ودلوقتي بعد ما باركنا للهلال وبعد ما عملنا اللايك والسبسكرايب، ما تنساش يا سيد الناس دلوقتي دور إن احنا نيجي نتكلم عن النادي الأهلي. بكرة فوز نادي الهلال النهاردة خلى الضغط يتصدر على لعيبة النادي الأهلي بشكل مبالغ فيه وبشكل مهول. قول لي ليه؟ أقول لك ليه يا سيدي. فوز نادي الهلال خلى المعادلة تتلخبط. انت بكرة النادي الاهلي قدامه سيناريو من اتنين باذن الرحمن، باذن الله رب العالمين. الفوز هو السيناريو الاولاني. الفوز انت فتحت تاريخ لنفسك، مش السيرة اللي انت فتحتها لنفسك بكرة بفوزك على ريال مدريد. باذن الله السيرة دي انت مش هتعرف تحصد مزاياها يعني اكتر او اقل من 20 سنة قدام. انا عارف انا بقول لك ايه. فوزك على ريال مدريد في 2001 لسه لحد النهارده بيتذكر في الصحافة العربية وفي الصحافة العالمية. الماتش كان ودي، بكرة ماتش رسمي. فوزك على نادي بحجم ريال مدريد، فوزك على النادي الاكثر تتويجا بالبطولات في العالم، فوزك على بطل اوروبا لاول مرة، فريق افريقي من افريقيا، بطل افريقيا هيقابل بطل اوروبا في مباراة رسمية وهيفوز عليه، بتحصل لاول مرة. حاجات كتيرة بكرة، ارقام قياسية بكرة انت هتضربها لو انت كسبت بس ماتش بكرة. ماتش بكرة ده هيفتح لك مجد انت مش هتعرف تلمه ولا هتعرف تشوف اخره. مجد لن لن لا يعني مش هينام. خلينا ما نتكلمش لغة عربية قوي عشان المهم. مجدك مش هينقطع، مجدك هيفضل مكمل معاك سنين وسنين وسنين قدام. مش هتعرف تلمه زي ما قلت لك، ومكسب مش هتعرف تلم مزاياه. اما في حالة الخسارة انت كده حرمت نفسك من انك تروح لنهائي كاس العالم، وبالميت تاخد فضية لأول مرة في تاريخك، او ذهبية اللي خلاك تعدي ريال مدريد في نص النهائي وتروح النهائي تقابل الهلال اللي هو على الورق الخصم الأضعف في الأربع فرق اللي موجودة، أضعف من الأهلي المصري، أضعف من ريال مدريد، وأكيد أضعف من فلامينجو. النهارده فلامينجو كان مسيطر ولكن اتخطف. احنا كان من مصلحتنا ان الهلال يكسب من ناحيه العروبه، من ناحيه الدم والدين والارض والوطن وكل حاجه. احنا كنا بنشجع الهلال، ده شيء مفروغ منه. ولكن كوره فلامينجو كان مسيطر على المباراه طولا وعرضا. حتى بعد الطرد كان اوقات من الشوط الثاني فلامينجو كان مسيطر، ولكن الهلال قدر ان هو يقتل المباراه بالهدف الثالث. فانت رايح للهلال بعد ان شاء الله ما تفوز على ريال مدريد، انت رايح على الورق انت بتقابل الخصم الاضعف في الاربع فرق. اما لا قدر الله في حاله الخساره من ريال مدريد بكره، انت كده فرصتك اللي هي كانت ممكن تبقى بالميت فضيه اذا ما كانتش ذهبيه كاس العالم للانديه، والمجد اللي انت حققته بفوزك على ريال مدريد هيتضرب في 4 في حاله ان انت كسبت كاس العالم للانديه. انت متخيل دولابك في الجزيره يبقى في كاس العالم للانديه؟ انت مستوعب معايا الحلم؟ مستوعب معايا الحدث؟ النادي الاهلي فاز بكاس العالم للانديه. يا ربي يا ربي يا ربي على مجرد الحلم والتخيل اللي بيجي في دماغ الواحد. ده في حاله فوزك، تخيل بقى في حاله خسارتك. انت رايح بعد الامل ما كان عندك في عنان السماء اتخسف بيه الارض.
ورايح تقابل فلامينجو على المركز الثالث والرابع. فلامينجو مش ضعيف، فلامينجو بطل كأس الليبرتادورس، فلامينجو الجريح اللي هو حس ان هو اتظلم من الحكم واتظلم في نتيجة المباراة ضد الهلال السعودي، فجاي لك هيبقى وحش كاسر عليك. لو هو كان بيلعب ضد الهلال بنسبة 70-80% من قوته، هيلعب معاك بنسبة 150% من قوته. هيبقى عليك وحش كاسر، لانه ما ينفعش يرجع البرازيل، هيتسلخ لو رجع البرازيل من غير ميدالية، على الاقل برونزية. هينزل عليك وحش كاسر، فانت هتكون بتقابل النسخة الاقوى والاشرس من فلامينجو، مش هي النسخة خالص اللي قابلت الهلال، اقوى واعنف واشرس عشان يرجعوا بميدالية. فانت كده هتحط نفسك ما بين ان انت كان ممكن يبقى في ايدك كل شيء، الى ان انت لا قدر الله تخسر كل شيء. فوزك بكرة على ريال مدريد مش هيتكرر كتير، ظروف المباراة بكرة مش هتتكرر كتير. البطولة بتتلعب في أرض عربية، جمهور المغرب كله داعم ليك بكرة. جمهورك هناك والجالية المصرية هناك، وفي جمهور مسافر من دلوقتي ركب الطيارة ومتوجه على هناك عشان يدعم ويآزر. أعضاء مجلس الإدارة رايحين وبيحاولوا يسهلوا السفريات للجمهور بقالهم كام يوم، وفي ناس مسافرة دلوقتي وفي ناس سافرت بقالها يومين. الجالية العربية بتحشد نفسها هناك عشان تدعم الأهلي بكرة ضد غول الكون في الكورة أو في البطولات. أنت بكرة هم هيلعبوك وهم ناقصين 5 من التشكيلة الأساسية بتاعتهم، وأنت كامل العدد، مش ناقصك غير تقريبا كريم فؤاد وأكرم توفيق، ربنا يرجعهم بالسلامة، فقط لا غير، فقط لا غير. والباقي كله كتيبتك معاك، رجالتك معاك. الظروف دي مش هتتوجد كتير. انت بتلاعب ريال مدريد في نص نهائي كاس العالم للانديه، جهازك الفني على اعلى مستوى، لعبتك في اعلى فورمه نفسيا وجسديا، اداره داعمه موجوده، جمهورك معاك على ارض عربيه، انت فايق. هم عندهم اصابات كتير، 7 ظروف عديتهم لك دلوقتي، ال7 ظروف دول مستحيل يتكرروا تاني، مستحيل ال7 ظروف دول تتكرر تاني. وفي نفس الوقت انت لو خسرت لا قدر الله، انت خسرت كل شيء. ايه يعني حتى لو كسبت فلامينجو على الثالث والرابع، جمهور الاهلي شبع برونزيات، شبع برونزيات، شبعنا برونزيات. مش هنفرح، هنفرح لو صنعنا التاريخ، هنفرح لو كسرنا صنم اوروبا، هنفرح لو كسبنا ريال مدريد، هنفرح لو قابلنا النهائي. في النهائي الاهلي المصري بيقابل اخوه شقيقه الهلال السعودي لاول مره في التاريخ، وممكن تكون الاخيره بالمناسبه. فرقتين عربيتين على ارض عربيه في نهائي كاس العالم للانديه. يا جماعه احنا بنتكلم هنا عن تاريخ بيتكتب واحنا عايشينه، زي ما كنا عايشين فتره ابو تريكه وما كناش حاسين باللي هو بيعمله قوي، وحسينا بعد فوات الاوان بعد ما اعتزل ابو تريكه. كنا شايفين ميسي مع منتخب الارجنتين وما كناش حاسين هو بيعمل قوي ايه قوي، وبعد ما فات الاوان واعتزل دوليا بقينا نقول يا رب ماتش تاني لميسي مع الارجنتين. كذلك مع كريستيانو مع البرتغال، كذلك مع فترة كريستيانو في ريال مدريد وميسي في برشلونة. دايما الإنسان مش بيحس بالحدث قوي وهو فيه، بيحس بعد ما الأوان يفوت. احنا فيها، احنا عايشين ده. عيشوا اللحظة، استمتعوا، ادعم فرقتك، ادعم بكل أشكال الدعم، خليك وراها، دوس على فرقتك بالدعم وبالقتال وبالروح، ادعمهم وما تبطلش دعم من هنا لحد بكرة. دعواتك أهم ما في الموضوع. ربنا فوق الكل وربنا معانا، احنا بإذن الله بإذن الله بإذن الله الكفة الرابحة، لأن ربنا معانا، والسعي احنا عملناه، والباقي وتوفيقه على ربك. وربك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. واحنا كلنا شايفين ان الاهلي احسن عمله، ادارته احسنت عمله، لعيبته احسنت عمله، جهازه احسن عمله، جمهوره احسن عمله. فباذن الله رب العالمين ما فاضلش غير السعي جوه ال 90 دقيقه وتوفيق ربك، وباذن الله رب العالمين التاريخ هيتكتب بكره، والنادي الاهلي ناخدها خطوه خطوه. ويا رب يا رب يا رب، انا عيني زغللت بس من كتر التخيل، اقسم بالله عيني زغللت وجسمي كله اتلخبط من مجرد التخيل، ولكن حاسسها النادي الاهلي هيرفع كاس العالم للانديه باذن الله. التاريخ بكره هيتصنع باذن الله، المعجزه بكره هتحصل، وهنعيش فرحه ما عشناهاش قبل كده مع النادي الاهلي وعلى الاراضي العربيه المغربيه.
كل الدعم والتحيه لاخواتنا المغرب مره تانية وثالثه، يستاهلوا كل الدعم، ومش غريب عليهم ومش غريب علينا، كلنا اخوات وامه واحده ودين واحد ولغه واحده وارض واحد ووطن واحد. لحد هنا وبتكون حلقه انتهت. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك. اوعى تكون نسيت اللايك وسبسكرايب، اوعى ازعل بعد كل اللي انا بعمله ده، ازعل. لحد هنا بتكون حلقه انتهت. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك. بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بالف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. وفي الختام خير سلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.